وكان الاستاذ ياسر ويليام عايز اقول لحضرتك برضه نموذج للمدرس. نموذج جيد، نموذج هو ده اللي المفروض يكون مدرس. نموذج يعني لو احنا بنكتب كتاب عن المدرس يبقى هو ده. لان الراجل ده كان بياخدنا البيت عنده يعمل لنا بروفات، يعمل لنا ورش. يعني البروفات ما كانتش في المدرسه، كانت عنده في البيت. نعمل بروفات في المسرح ونروح عنده البيت نعمل تدريب. ما هو المسرح ده بيحتاج تدريب صوت وتدريب مخارج. ممكن يحتاج مثلا بعد الفترات العشائيه كمان ما بينفعش في المدرسه تكملوا في الاجازات نروح نقعد عنده في البيت وناكل. ايوه ناكل دي اهم حاجه. ايوه ويمكن دي اللي حببتني فيه والله. انت بتحب الاكل. فكان الحقيقه كان نموذج جميل، كان يعني نعمل الاخ الكبير او الاب. وكان على فكره لو طلعنا من الاسم يسري ويليام والله كان من القصيدين كان يبقى صايم محدث. نقرا الفاتحه على فكره قبل ما بنخش نعرض بنوقف نقرا الفاتحه على سبيل المشاركه، يقف يقرا الفاتحه معاكم. والله شفت الجمال. هي دي مصر. هي دي مصر حقيقي. فانا بحييه برضه. بس طبعا احنا بنبعت له بجد من هنا من صوت العرب، بنبعت له تحيه. هو لسه للاسف يا رب يكون سمعنا بقى. ان شاء الله يكون سمعنا. هو موجود عادي. احنا عموما بنحييه لان المدرس هو انا بعتبر كان زمان زي الاب او مكان الاب او نمرة 2. يعني الاب في البيت نمرة 1، المدرس في المدرسة نمرة 2 بالنسبة للطلبة. فاذا كان محبوب واذا كان بيعلم وبكل الود والحب اللي انت بتتكلم عنه فهو يستحق.